بتبدأ القصة في أوضة ضلمة، واحدة ست قاعدة بتترعش وبتعيط وهي بتنادي على أي حد يساعدها. بتحاول تستخدم تليفونها بس مفيش أي فايدة، وفجأة بتطلع أصوات غريبة من قلب الضلمة وبتسحبها بعيد. وبنروح بقى لمشهد تاني في منتجع في كانكون. في اتنين كابلز أمريكان بيقضوا أجازة مع بعض. واحدة منهم إيمي بتكتشف إن حلاقها ضايع، بس لحسن حظها سائح ألماني اسمه ماتياس بيلاقيه في قاع حمام السباحة وبيرجعه لها. الشلة بتعزمه على حاجة يشربها علشان يشكروه، وبيعرفوا منه إن ماتياس جه المكسيك علشان يدور على أخوه اللي آخر مرة اتشاف كان مع صاحبته عالمة الآثار في مكان حفر وتنقيب. المكان ده غامض جدا ومحدش جاب سيرته في أي كتب إرشاد سياحي. الموضوع بيثير فضول الشلة، فماتياس بيعزمهم يجوا معاه تاني يوم. وتاني يوم الصبح إيمي بتبقى صاحية هتموت من الصداع ومش عايزة تطلع من الأوضة خالص، بس حبيبها جيف بيقنعها انها تيجي معاهم. ماتياس وصاحبه الانتيم ديمتري بيعملوا نسخة من الخريطة اللي اخوه كان بيستخدمها وبيسيبوها وراهم لاصحابهم اللي المفروض جايين في الطريق. شوية والشلة بتوصل وسط البلد، بس المرشدين اللي اتفقوا معاهم ما جوش وما بيردوش على التليفون. ما بيبقاش قدامهم حل غير انهم ياخدوا تاكسي ويكملوا باقي الطريق مشي. سواق التاكسي كان معاه عربية نقل وفيها كلب كبير بيخض الشلة كلها، ولما السواق بيشوف الخريطة بيرفض يوديهم هناك، بس بيغير رأيه لما بيعرضوا عليه فلوس زيادة. التاكسي بيوصلهم عند أول الغابة وبيسيبهم ويمشي. الشلة بتقعد تفكر هيرجعوا ازاي، بس شكل تليفون ماتياس شغال وفيه إشارة ومعاه كارت السواق. وسط الشجر بيلاقوا عربية جيب بتاعت أخو ماتياس، وده بيخليه يستغرب. بيمشوا ورا الخريطة وبيبدأوا رحلتهم جوه الغابة، وبيقفوا عند بحيرة صغيرة علشان يغسلوا وشهم وينعشوا نفسهم. بيلاحظوا إن في أطفال من سكان المايا الأصليين بيبصوا لهم من بعيد، بيحاولوا يكلموهم بس العيال مش بتدي أي رد فعل. في اللحظة دي ماتياس بيزيح شوية ورق شجر وفروع وبيكتشف طريق تاني. إيمي بتحس إن الموضوع فيه حاجة مريبة وإن الطريق مستخبي، بس جيف بيرمي اللوم على علماء الآثار اللي بيحبوا يخبوا اكتشافاتهم وبيجبرها تكمل معاهم. وبعد شوية مشي الشلة أخيرا بتوصل الآثار القديمة دي وبيبقوا مبهورين بالمنظر. إيمي بتاخد كام صورة وماتياس بيلمح خيمة أخوه فوق المبنى الأثري. فجأة بيظهر راجل من المايا راكب حصان وبيزعق لهم باللغة بتاعتهم. الحصان بيبقى خايف ومش راضي يقرب. جيف بيفتكر إن الراجل عايز فلوس وبيحاول يديله، بس الراجل بيرفض. بعد ما بيظهر راجلين كمان ماتياس بيوريهم صورة أخوه على تليفونه، فالرجالة بياخدوا منه الموبايل علشان يبصوا كويس. لكن فجأة بيجي لهم حالة جنان لما إيمي بترجع لورا وبتدوس على الزرع علشان تاخد لهم صورة، لدرجة إنهم بيهددوهم بالسلاح. ديمتري وهو فاكر إنهم مش بيحبوا الصور بيدوس هو كمان على الزرع علشان ياخد الكاميرا، فالرجالة بتتجنن أكتر. ولما بيحاول يديهم الكاميرا كنوع من الاعتذار بتوع المايا بيضربوه بسهم في صدره وبعدها بسهم تاني في وشه. الشلة طبعا بتتصاب بالرعب وبيجروا يطلعوا على السلالم علشان يهربوا من الرجالة الغضبانة دي. وهم فوق بيشوفوا ناس من المايا أكتر جايين يحاصروا المكان، بس الغريب إنهم مش بيطلعوا وراهم. فوق عند الآثار بيلاقوا معسكر عالمة الآثار، بس مفيش ولا بني آدم. تليفوناتهم كلهم ما فيهاش شبكة، وتليفون ماتياس اللي كان شغال لسه في إيد السكان المحليين. في بير عميق في نص المكان، بس مفيش أي طريقة آمنة للنزول. ماتياس بيفضل ينادي على اسم أخوه لحد ما بيلمح رجلين وسط الشجر. بيجري علشان يكسر الزرع وبيكتشف جثة أخوه ميت، وطبعا بينهار. جيف بيراقب السكان المحليين حوالين الآثار وبيلاحظ إن أعدادهم بتزيد، ده غير إنهم بدأوا ينصبوا خيم. لما ماتياس أخيرا بيسيب الزرع بيضطر يغسل إيده علشان بيجيله حساسية. الشلة بتقعد تناقش هيعملوا إيه، لأنه واضح إن بتوع المايا مش هيسيبوهم يمشوا. جيف شايف إنهم المفروض يستنوا النجدة لأن الفندق هيكلم البوليس لما يتأخروا، وأصحاب ديمتري كمان المفروض في طريقهم ليهم. في اللحظة دي بيسمعوا صوت تليفون بيرن وبيكتشفوا إن الصوت جاي من قاع البير. ماتياس بيمسك كشاف وبيربط حبل حوالين وسطه علشان الباقي ينزلوه بالراحة جوه البير. للأسف بعد كام ثانية الحبل بيتقطع وماتياس بيقع في الضلمة. بيسمعوا صوت الكشاف وهو بيتكسر وصوت أنين ماتياس من الوجع. الأولاد بيجهزوا حبل تاني وبيربطوه حوالين ستيسي اللي بتاخد معاها كشاف تاني، وهما بينزلوها بتلاحظ إن الزرع مغطي كل حيطان البير. الحبل بيقف فجأة والشباب بيقولوا لها إن ده آخره، بس هي لسه ما وصلتش للقاع. لما بتبص تحت بتشوف ماتياس بيطلب منها المساعدة، وهي فاكرة إن المسافة اللي باقية مش كبيرة. بتروح فك الحبل ونطة. لما بتنزل ازاز متكسر بيدخل في ركبتها، وهي بتشيل الازازه بالراحه. ماتياس بيقول لها انه مش قادر يحرك رجليه. ستيسي بتصرخ للشله فوق وبتقول لهم ان ماتياس ممكن يكون ظهره اتكسر وان الريحه تحت وحشه جدا زي ريحه البراز.
الأولاد بيفكروا ينزلوا نقالة عملوها بإيديهم علشان ينقذوا أصحابهم، بس إيمي بتقول إن اللي ظهره مكسور ما ينفعش يتحرك. بتروح نازلة جري على السلالم وبتحاول تطلب المساعدة من بتوع المايه، بس هما بيفضلوا مصوبين أسلحتهم ناحيتها. جيف بيحاول يوقفها، وفي وسط الخناقة بتقع على الزرع، وده بيخلي بتوع المايه يزعقوا لها وده بيعصبها، فبتروح ماسكة حتة من الزرع ده ورمياه عليهم. معظمهم بيتفاداها بخوف، بس الزرع بيلمس طفل صغير. بتحصل خناقة بين الكبار وفي الآخر بيقتلوا الطفل على طول. الأم بتتفرج من غير ما تتحرك، وإيمي بتعيط من الرعب، وجيف بياخدها وبيطلع فوق تاني. الشلة بتقعد تناقش اللي حصل وهم بيبنوا النقالة، وبيستوعبوا إن السكان المحليين دول مرعوبين من الزرع ده بالذات، علشان كده قتلوا ديمتري والطفل الصغير، وعلشان كده مش هيسيبوهم يمشوا لأنهم خلاص لمسوا الزرع. وتحت في البير ستيسي بتسمع صوت التليفون وبتحاول تلاقيه، بس الصوت طالع من الزرع نفسه واللي شكله بيتحرك. بتقرر انها ما تلمسوش. اول ما النقاله بتخلص الشباب بينزلوا ايمي لتحت. طول الحبل مش بيخلي النقاله تلمس الارض، فالبنات بيضطروا يشيلوا ماتياس، جسمه بيتني وهم بيشيلوه والألم بيبقى لا يطاق، بس على الأقل قدروا يحطوه على النقالة ويربطوه. بعدين الشباب بيسحبوه لفوق والبنات بيطلعوا وراهم. وبما ان جيف طالب في كلية طب بيبص على جروح ماتياس وبيوصل لنتيجة انه ما ينفعش يتحرك. بيدوروا في الشنط على اي ادوية، وايمي بتلاقي مفاتيح العربية لجيب. جيف بيلاقي تذكرة طيران ديمتري بتاعت بكرة الصبح، وبيبقى متأكد ان حد هيجي يدور عليه لما ما يروحش المطار. إيريك حبيب ستيسي بينجح انه يشحن لمبة، وجيف بيغطي ماتياس ببطاطين علشان يعرف ينام في البرد بتاع الليل. هو قلقان ان ماتياس ممكن يموت من العدوى اللي في رجليه. وايمي بتربط جرح ستيسي وهي بتعيط لانها حاسه بالذنب انها زودت وجع ماتياس. وبعد ما بيتاكدوا ان بتوع المايه لسه محاصرين المكان، الشله بتروح تنام في الخيمه، وايمي بتبقى متضايقه لانها سامعه ستيسي وايريك بيتدلعوا على بعض جنبها. وتاني يوم الصبح جيف وهو بيعمل حمام على الزرع بيتخض لما بيلاقي هيكل عظمي، ولما ستيسي بتصحى بتتفزع لأن الزرع لافف حوالين رجلها. إيريك بيساعدها تشيله، وبيتصدموا لما بيكتشفوا إن الزرع بينمو جوه الجرح بتاعها. فإيريك بيبدأ يشده لبره، وستيسي بتحلف إنها حاسة بيه وهو بيتحرك. بيستوعب إن حبوب اللقاح بتاعة الزرع ده على هدومهم، وإنه ممكن يكون بينمو جواهم. في نفس الوقت ماتياس بيقول إن في حاجة غلط، وإيمي بتروح تطمن عليه. لما بتشيل البطاطين بتلاقي الزرع لافف حوالين رجليه الاتنين. جيف بيجري يساعد إيمي يشيلوا الزرع، بس رجليه دلوقتي فيها جروح كتير جدا صعبة تتنضف كلها. في اللحظة دي التليفون اللي في البير بيرن تاني، فإيمي وستيسي بينزلوا ومعاهم كشافات. الرن جاي من نفق، علشان كده ما بيبقاش قدامهم حل غير إنهم يدوسوا على الزرع علشان يتقدموا. جوه النفق بيلاقوا واحدة من عالمات الآثار محبوسة جوه الزرع، ولما بيلفوها بيكتشفوا إنها ميتة. التليفون في إيدها، فالبنات بيخطفوه بسرعة، بس بيلاحظوا إنه مكسور. صوت الرن بيبدأ تاني، وإيمي بتبص كويس وبتكتشف إن الورد بتاع الزرع هو اللي بيهتز وبيقلد الصوت. بتحاول تلمسه والزرع فورا بيمسك إيديها، بس بتنجح إنها تشد دراعها وتفلت. الزرع بيبدأ يتهز في كل الحيطان، وبيطلع جثة تانية قبل ما يخطف كشاف من الكشافات. البنات بيجروا بأقصى سرعة من النفق، والزرع بيقفل حواليهم وبيحاول يمسكهم. إيمي بتنجح تطلع، بس رجلين ستيسي بتتمسك وبتقع على الأرض. الزرع بيحاول يسحبها بعيد، بس إيمي بترجع تشد ستيسي من دراعاتها وبتنقذها. الاتنين بيجروا علشان يتعلقوا في الحبل، وبيفضلوا يصرخوا لحد ما الشباب بيبدأوا يسحبوهم لفوق. والزرع اللي على الحيطان بيحاول يوصل لهم وهم طالعين، بس لحسن حظهم البنات بيوصلوا فوق قبل ما يتمسكوا تاني. الشلة بتناقش اللي حصل وبيتخانقوا على اللي المفروض يعملوه. إيريك عاوز يمشي ويدور على مساعدة، بس جيف بيفكروا إنه بتوع المايه هيقتلوا أي حد يحاول يطلع بره المكان. هو متأكد إن حد هيجي يدور عليهم، وإنهم بس محتاجين يفضلوا عايشين لحد ما ده يحصل. بعد كده بيقسموا الأكل والمية، وكل واحد بياخد لقمة واحدة بس. جيف بيدي ماتياس مية وبيلاحظ إن حالته بتسوء، فبيبلغ الباقي إنه علشان يعيش لازم يقطعوا رجليه علشان يوقفوا العدوى. وبتبدأ خناقة تانية، بس ماتياس بيقطعهم وبيطلب منهم يعملوا كده. وفي الوقت اللي البنات مستنيين في الخيمة، جيف بيشرب ماتياس كحول وبيحط حزام في بقه علشان يعض عليه. إيريك بيمسك رجلين ماتياس، وجيف بيسخن صخرة وبيكسر بيها رجلين ماتياس قبل ما يقطعهم بسكينة صغيرة. ماتياس مش قادر يبطل صريخ، وإيريك بيضطر يروح يمسك الجزء اللي فوق من جسمه. بعدين جيف بيكوي الجروح بطاسة حديد سخنة. البنات لما بيسمعوا كل الصريخ ده بيطلعوا بيزعقوا لجيف، لأنه كان وعدهم إن العملية مش هتبقى بالسوء ده كله. في اللحظة دي الزرع بياخد الرجلين المقطوعة علشان ياكلها، وده بيأكد لهم إن النبات ده
آكل للحوم. وبالليل جيف بينزل على السلالم تاني، بس السكان المحليين لسه بيحرسوا المنطقة. ستيسي بتفضل تعيط في الخيمة، وإيمي وإيريك بيتكلموا بره. إيمي في الآخر بتنهار وبتحط راسها على كتف إيريك وهو بيطبطب عليها، وستيسي بتسمع صوت أنين إيمي، فبتطلع وبتفهم الموقف غلط خالص. بتبدأ خناقة جديدة، ولما جيف بيجي لهم ستيسي بتقوله إن إيمي خانته قبل كده. وبما إن الكل كان مشتت، محدش بيشوف الزرع وهو بيقرب من ماتياس، وبيدخل بقه وبيخنقه لحد ما يموت. وعلى ما جيف أخيرا بيلاحظ ويحاول يشيل الزرع، بيكون الأوان فات، وستيسي بتتصاب بالهلع وهي فاكرة ان الزرع جواها وهي كمان هتموت. بتمسك سكينة علشان توريهم، بس إيريك بيوقفها قبل ما تعمل أي حاجة غبية. بس هي بتفضل تصرخ من الإحباط وبتزق إيريك بعيد. فجأة بيسمعوا صوت وبيكتشفوا إن الورد بيكرر الكلام اللي ستيسي قالته، وبنفس نبرة صوتها بالظبط. وتاني يوم الصبح جيف وإيمي بيشوفوا إن بتوع المايه بيرشوا ملح على التربة حوالين الآثار علشان يمنعوا الزرع من الانتشار. وجيف بيستنتج إن الزرع ده قديم جدا لدرجة إن حتى الحيوانات مش بتقرب منه. في اللحظة دي إيريك بيطلع من الخيمة وبيطلب من أصحابه يبصوا على ستيسي. بيطلع إن في نبتة بتتحرك تحت جلدها وهي عايزة تطلعها. جيف بيصب شوية كحول على رجلها وبيعمل جرح قبل ما يدخل صوابعه علشان يشد النبتة. ستيسي بتصرخ من الألم بس بتقول له يكمل، فجيف بيكرر العملية على ظهرها وبيطلع منه كذا نبتة كمان. أول ما الجروح بتتقفل، الشلة بتاكل آخر لقمة أكل، وستيسي بتبقى مصابة بالبارانويا وفاكرة إن لسه في حاجات تحت جلدها، فبيضطروا يمنعوها إنها تجرح نفسها أكتر. وإيمي بتديلها الإزازة، ولما ستيسي بتشرب الباقي بيلاحظوا نبتة جوه قورتها. هي بتشوف رد فعلهم وبتنهار من غير ما يحتاجوا يقولوا أي كلمة. إيريك بيوصل لقناعة إن محدش هيجي ينقذهم، فبيعلن إنه هيمشي بالليل. بعدين والكل نايم، ستيسي بتسمع صوت وبتسيب الخيمة. بعد ما بتاخد السكينة بتسمع الورد بيقلد صوتها تاني، وبيكرر أمنيتها إنها تقطع الزرع وتطلعه مرة ورا مرة. وبعد ثواني الباقي بيطلعوا وبيلاقوا ستيسي جسمها كله جروح وواقفة في بركة دم. واضح إنها اتجننت رسمي ومش قادرة توقف تقطيع في نفسها. ولما جيف بيحاول يوقفها بتهجم عليه بالسكينة وبتجرح ايده. وبعدين إيريك بيحاول يوقفها هو كمان، وستيسي بتفقد أعصابها وبالغلط بتطعنه في صدره. إيريك بيقع على الأرض فورا وبيموت، وستيسي كمان بتقع وبتنهار. بسرعة الزرع بيمسك الجثة من رجليها وبيسحبها بعيد، وستيسي مش قادرة تستحمل الوجع أكتر وبتطلب الرحمة، وإيمي بترفض تقتلها. فجيف بياخد السكينة من الجثة وبيقتلها بنفسه. بعدها جيف بيغطي جسم إيمي بالدم وبيديلها المفاتيح وبيقول لها ما توقفش جري مهما حصل. بيشيلها وبينزل بيها السلالم وبيحطها على الأرض كأنه بيرمي جثة، وبيديلها بوسة وداع. بعدين جيف بيبدأ يمشي وبيكلم السكان المحليين علشان يوجه انتباههم ليه هو. فجأة بياخد خطوة لقدام وبيصرخ باسم إيمي، فبتبدأ هي تجري في الوقت اللي بتوع المايه بيضربوه بالنار وبيوقعوه، والزرع بيسحب جثة جيف. زعيم المايه بيضربه طلقة في دماغه علشان يريحه من عذابه. وباقي السكان المحليين بيبدأوا يجروا ورا إيمي اللي بتجري بأقصى سرعة في الغابة. بتتكعبل وبتقع كذا مرة، والسهام بتفضل تضرب الشجر حواليها. لحسن حظها إيمي بتنجح إنها تكمل جري وبتلاقي العربية الجيب تاني. بتحط المفاتيح والعربية بتشتغل وبتمشي فورا. بس لحظة السعادة ما بتطولش، لأنها بتكتشف إن في نبتة من الزرع ده على وشها. وتاني يوم أصحاب ديمتري بيوصلوا عند الآثار علشان يدوروا عليه. ديمتري! ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.